نبنى ونرفعها إلى المستوى المطلوب، أو بالمعنى الأصح بتحقيق العدالة الاجتماعية بالنسبة لجميع القرى. لو نظرنا لجميع القرى المحيطة بقرية أم دينار نجد بها مشكلة 2 3، لكن لما يكون عندنا في قرية أم دينار 6 مشاكل أو 7 مشاكل قاتلة يبقى هذا ظلم. فنحن نحتاج إلى عدالة اجتماعية من محافظ الجيزة، من وزير التنمية المحلية، لمراقبة المجلس المحلي ومجلس المدينة والمحافظ هل هم قاموا بأدوارهم تجاه هذه القرية. قريتي قرية فقيرة معدمة، ما ينفعش فيها ان انا اتبرع بجنيه، ما اقدرش اروح لواحد واقول له عايز 500 جنيه و1000 جنيه عشان نغطي صرف صحي موجود بجوار مدرسة ابتدائي. اطفال في عمر الظهور عندهم مرض فشل كلوي، كبد، سكر، امراض موجودة بالكوم في البلد، محتاجين نظرة رحمة ورأف من الحكومة الموقرة تحت ظل قيادة الرئيس السيسي. وأناشد الرئيس السيسي أن يتوجه إلينا بنظرة عطف على أن ينظر لقريتنا قرية أم دينار ويحاول بقدر الإمكان، ونحن لدينا الاستعداد الكامل للمساعدة وإيجاد الحلول لمشاكل قرية أم دينار. قرية أم دينار بتعتبر رمز من رمز الفقر في جمهورية مصر العربية، ورمز من رمز الإهمال المسؤولين من أيام عبد الرحيم شحاتة المحافظ، ولم يأتي إلينا محافظ ينظر إلينا لحل مشاكلنا. فنطلب وبكل قوة إن لم يقم محافظ الجيزة بأداء واجبه والتزاماته نحو القرى أن ينظر إلينا وينظر لحل مشاكلنا في أسرع وقت. نحن طلبنا أكثر من مرة وجلسنا مع نائبة المحافظة الدكتورة منال عوض ميخائيل، وجلسنا معها وعرضنا أكثر من مشكلة ل 24 قرية في دايرة منشية القناطر، وقالت إن هي هتنظر للمشاكل دي وهتسعى على حلها. راسلناهم أكثر من مرة، تعالوا شوفوا القرى، تعالوا حلوا لنا المشاكل. الحجة المطلوبة دائما اللي هم دايما بيقولوها مفيش ميزانية، مفيش، مش فاضيين، وهنروح الهرم. محافظ بتلاقيه في الهرم والمهندسين والدقي والكتكات شغال، اللهم صل على النبي عليه. هي ام دينار او القرى مش بشر، القرى ما فيهاش بشر نهائي، ما فيهاش بني ادمين، احنا بني ادمين. حبينا نصور المادة دي لان لقينا التلفزيون المصري بيصور الحاجات اللي هو عايزها فقط، ما دخلش جوه القرية كلها صرف صحي منهار. شفنا البيوت ودخلنا بيوت الناس ولقينا فيه ناس بتنام فعلا في الشارع بسبب المية والمجاري اللي طافحة في البيوت. الراجل الفقير الفلاح اللي على بيته اكتر من مرة واثنين وثلاثة بيعلي بيته ولغى دور كامل متكلف 200,000 جنيه عشان يعيش زي البشر. هل الفقير ده هيفضل يعلي؟ انا كشاب بسن 46 سنة حسني مبارك قعد يخليني دماغي مشغولة ان انا ابني بيت 46 سنة. افكر اجوز بنتي ازاي، افكر اعلم ابني في جامعة ازاي، افكر اصرف على علاجهم ازاي، مش لاقي وقت حتى اركز في خدمات بلدي. انا نفسي الاقي من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اللي احنا ايدناه وبنقول له مباشرة والحمد لله لوجه الله تعالى بنتكلم في الموضوع ده، اذا كانت قرية ام دينار محطوطة بلاك ليست عشان مجموعة من الناس هنضر 40,000 أو 50,000 في نسمة موجودين عشان هذا، لا، في شباب بيدعوا للوسطية. لدينا من جميع الطوائف السياسية والحمد لله قام فريق مثقف واعي بجمع الشمل ولم الشمل القرية على فكرة معينة، وهي فكرة قرية أم دينار ننهض بها. فنرجو من الحكومة أن تساعدنا وأن تقف بجوارنا على لم شمل الشباب من جميع الطوائف السياسية للنهوض بالقرية
وحل مشاكلها. وشكرا.